حبايبي الاهلاويه، اتفرجوا كده على الفيديو ده اللي بيقول لك الشناوي متعصب ليه كده جامد، الشناوي بيتعصب عشان هو سبب في الهدف، الشناوي بص الشناوي حصل فيه ايه، وبص علي لطفي حصل فيه ايه. بص بيضربوا ازاي، بيخبطوا بعد ما مشي بيخبطوا بالبنيه ازاي. هو ده اللي انتوا عايزينه؟ الشناوي حقه يعمل اكتر من كده، اكتر من كده، لان هو انضرب مره من الطبيب، ومحمد عبد المنعم انضرب مره من الطبيب، وعلي لطفي اهو انتوا شايفينه حصل له ايه. عايزين ايه تاني؟ هنفضل طول عمرنا اداره ضعيفه؟ نروح السودان في 2020 انضربنا واللعيبه كانت هتموت، وده اهو في 2023 رحنا برضو السودان واللعيبه انضربنا. تيجي تمسكوا يقول لك الوحده الوطنيه، يعني هم ما عندهمش وحده وطنيه علينا احنا بس، عليهم هم نروح هناك نضرب وناخد على قفانا عشان الاداره بتاعتنا ضعيفه. بص كده، لو اداره الزمالك هي اللي مكان اداره الاهلي كنت شفت لقيت مرتضى منصور طلع لعن في 30 اللي جابوه. ليه بقى؟ لان السفاله في الوقت ده هي محتاجه السفاله، مش محتاجه ادب يا خطير. الاداره بتاعتنا ضعيفه، ضربنا قبل كده في 2020 ودينا ضربنا في 23. فين حق النادي الاهلي؟ وبعدين يا علي لطفي، هي متعه واحده ولا مش اكتر يعني؟ والله هي متعه واحده. لما يحصل فيك كده من حته عيل ملوش لازمه وتسيبه وتمشي، لازم يحصل فيك اكتر من كده وكده في اي مكان، لانك انت ضعيف شخصيا وكرامتك ملهاش لازمه. لو اي حد تاني مكانك ما كانش استنى يحصل فيه كده. انا لو مكان الشناوي هعمل اكتر من كده. عايزين بقى لما يجوا عندنا مصر تستقبلوهم في احسن الفنادق وتدلعوهم كده زي ما بتدلعوهم. احنا بنحب نضرب بره ونيجي ندلع الناس اللي بتضربنا. هنفضل ضعاف لحد امتى؟ في مصر استقبلنا هنا السنغال احسن استقبال، رحنا شفنا ايه اللي حصل لنا هناك. هنفضل ضعاف، هنفضل اداره ضعيفه ليه كده؟